حطم أبنائك بالعصبية الزائدة. ببساطة كده ومن غير مقدمات، أنا عصبية جدا، مش بعرف أتحكم في انفعالاتي. أنا البنت وولدين كلهم في مرحلة المراهقة، أكبرهم 17 وأصغرهم 13. أنا بجد متوترة وماشية بزعق في البيت تقريبا 24 ساعة. الجيران عارفين كتير من مشاكلنا من كتر ما بصوت في العيال طول النهار والليل. لازم أزعق وصوتي يجيب آخر الشارع عشان الولاد يسمعوا كلامي. تعبت من كتر الزعيق وضغطي بقى عالي، وساعات بحس إني هقع من طولي من كتر ما بتعصب عليهم. أما بالنسبة لأبوهم فهو ATM، مكنة فلوس. اقول له شيل معايا المسؤولية، يقول لي ماليش دعوة، التربية على الام، انا مهمتي اعيشكوا كويس وخلاص. ولما يقعد في الاجازة والولاد يعملوا حاجة ما تعجبوش، يبص لي ويقول لي ادي اخرة تربيتك. الله، ما انا بقول لك ربيهم معايا وانت اللي مش راضي، فتقلب خناقه بيني وبينه. انا ما كنتش متخيله قد ايه العصبيه هتاثر بشكل سلبي على اولادي، لحد ما سرحت كده في يوم ولقيتهم هم كمان بقوا يزعقوا في بعض كتير، والبيت بقى مكهرب ويجيب صداع، وبقيت ساعات مش طايقه البيت كله. انا بجد تعبت، مش عارفه ما اتعصبش ازاي واتحكم في عصبيتي ازاي، وحاسه ان البيت بينهار مني واني فاشله مش عارفه اربي ولادي بالراحه. ارجوكي ساعديني ابطل عصبيه. اعمل ايه عشان اهدى وابطل اتعصب على ولادي؟ ليه بعض الأهالي بيتعصبوا بزيادة على أولادهم وبناتهم بالذات في مرحلة المراهقة؟ ل3 أسباب. أول سبب الحل السحري. أحيانا بعض الأهالي اللي بيزعقوا لأولادهم وبناتهم جامد أو بيتعصبوا عليهم عشان يسمعوا كلامهم، بيلاقوا أولادهم استجابوا للي هم عايزينه وسمعوا الكلام، فكأن بيتكون عقيدة في عقل الآباء والأمهات دول إن الزعيق هو الحل السحري، الطريق المختصر اللي هيخلي ولادي وبناتي يسمعوا الكلام. فبتبقى الحياة بتتلخص في الجملة اللي بتتبعت لي كتير قوي من حضراتكم، اللي بتقول ولادي مش بيسمعوا الكلام غير لما زعق لهم واتعصب عليهم. فخلاص بقى في طريق مختصر، بقى في حل سحري، بقى في شورت كات كده تخلي ابني او بنتي يسمعوا الكلام من غير رغي كتير. تاني سبب الضغط اللي الاهالي عايشين فيه. تعالوا نتفق ان الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ضاغط علينا بشكل كبير اقتصاديا مثلا، فمجرد الخوف من عدم الاستقرار في الشغل او متطلبات الحياة اللي كل يوم سعرها بيزيد، ده بيخلينا عايشين في ضغط مستمر، فأحيانا بنطلع الضغط ده في ولادنا واحنا مش حاسين. وتالت سبب كثرة المهام. كتير من الأمهات اللي عايشين في الدول العربية بيكونوا متحملين مسؤولية البيت كله تقريبا لوحدهم، سواء مثلا الأم دي منفصلة أو أرملة أو جوزها مسافر ومش موجود، أو الأسوأ من كل ده موجود وظروف شغله تسمح لكن هو مش متحمل المسؤولية ورامي كل حاجة عليها. فالأمهات دي بيبقى عليهم حمل جبال، وساعات حتى ما بيكونش عندها رفاهية الراحة، فبتبقى مضغوطة على طول. ايه هي التبعات السلبية للعصبية الزايدة على أولادنا؟ العصبية يا جماعة ليها تبعات سيئة كتيرة جدا، هقول لحضراتكم منهم أسوأ 4 تبعات. أول حاجة العصبية معدية، شكوى بتجيلي كتير جدا من حضراتكم، عصبية الولاد نفسهم، الصوت العالي والزعيق والتكسير ورزع البيبان والرد علينا بطريقة لا تليق، إلخ إلخ إلخ. طب ثانية واحدة، ممكن نفكر مع بعض بمنطق بسيط. هو أنا لما ربي ابني أو بنتي بطريقة فيها عصبية زايدة ويبقى الغالب على طريقة تواصلي معاهم من وهم صغيرين العصبية والزعيق، ممكن تقوليلي ولادك هيتعلموا منين الهدوء والحكمة، ولا هيتعلموهم من مين؟ حضراتكم كده بتقدموا للمجتمع ابن أو ابنة صراع الغضب من تواصلكم معاهم بالطريقة دي. وفي هنا ملحوظة مهمة جدا لازم نحطها في بالنا. الأب أو الأم العصبيين ساعات بيتعصبوا على أولادهم بزيادة من غير ما الولاد يعملوا أي حاجة غلط أصلا. وولادنا أذكياء يا جماعة، بيبقوا عارفين إن أنت متعصب عليا من غير ما أكون أنا غلطت. ولو الموضوع ده اتكرر، الولاد بيحسوا بأحاسيس مش حلوة تجاه نفسهم وتجاهنا بسبب كتر العصبية الغير مبرر في أحيان كتير. وتاني حاجة الخضوع الشديد، عكس النقطة الأولانية. بعض الولاد والبنات اللي بيتربوا في بيت بيغلب عليه العصبية بيكونوا جبنة، خاضعين، خانعين. أي حد يعلي صوته عليهم شوية أو يتعصب عليهم يوطوا كده ويخضعوا ويسمعوا الكلام وينفذوا له اللي هو عايزه، ودي بتبقى مصيبة في علاقاتهم الاجتماعية بعد كده. وتالت نتيجة ممكن تحصل من عصبيتنا الزايدة على الولاد
التطاول المتبادل. بعض الولاد والبنات ممكن يتطاولوا على اهلهم ردا على العصبيه دي، فتلاقي الولاد والبنات بيقولوا لو هتتعصب عليا هتعصب عليك، هتزعق لي هزعق لك، هتشتميني هشتمك. وممكن كمان بعض الولاد والبنات يتجرأوا اكتر من كده ويضربوا اهاليهم. الجرأة بتزيد والصوت بيعلى والاهانات مش بتقف. العصبيه يا جماعه طريق سريع ومختصر للعنف الاسري في البيوت. ورابع حاجه شكوى متكرره جدا، الكذب، ان ولادنا يكذبوا علينا. ما هو طبعا لما يبقى اغلب تعاملي مع ولادي عباره عن عصبيه وغضب شديد، وارد جدا يكذبوا تهربا من عصبيتي عليهم. طب احل الموضوع ده ازاي؟ ازاي اتحكم في عصبيتي وابطل اطلع غضبي في ولادي؟ خلينا نتكلم بصراحه، التدريب على التحكم في الغضب واداره العصبيه مش سهل، وعايز مجهود وتكرار وصبر. وهقول لحضراتكم 4 نصايح. اول حاجه، لو في مشاكل متكرره بينك وبين ولادك بتتخانقوا عليها كل يوم، لو سمحتي حليها زي ما بيقولوا كده once and for all، حليها من جذرها. يعني اعمل ايه؟ اقعدي مع نفسك كده واكتبي ايه ال3 أو 4 حاجات مثلا اللي بتخانق عليهم مع ولادي كل يوم، وهاتي ولادك واقعدوا اعملوا عصف ذهني برين ستورمنج كده ازاي نحل المشكله دي من جذرها. فمثلا كل يوم بنتخانق على الاوضه اللي متكركبه، المزبله والزريبه والالفاظ اللي انت عارفاها كويس، وهم بالنسبه لهم دي مساحتهم الشخصيه، مش عايزين او مش قادرين يروقوها، لدرجه ان بعض الولاد والبنات بيقولوا لامهاتهم دي اوضتي وانا حر فيها، ولو مش عاجباكي ما تدخليهاش. طيب تعالوا نقعد مع بعض ونوصل لحل وسط، واسمعي منهم الافكار واخرجوا باتفاق. فمثلا كل يوم الأوضة دي تتروق 10 دقايق كده قبل ما تناموا، فبلاش هدوم على الأرض، بلاش ناكل في الأوضة، أو مثلا يا حبيبي أو يا حبيبتي لو هتاكلوا في الأوضة يبقى أول لما تخلصوا أكل بالهنا والشفا تطلعوا الأطباق والكوبايات، ما تسيبوهاش جوه بالأيام. فتطلبي منهم حاجات بسيطة يقدروا يعملوها، وفي نفس الوقت انتي تهدي شوية. موضوع حل الخناقات المتكررة ده يا جماعة بيساعدنا جدا ان عصبيتنا تقل والخناقات تهدى في البيوت، وعن تجربة مع أمهات كتير بفضل الله. تاني حاجة الكتابة التعبيرية. في بحث منشور على موقع جامعة يوتا بيقول لنا على حاجة اسمها expressive writing، الكتابة التعبيرية. تدريب كده اني كل يوم من 3 ل5 أيام في الأسبوع أمسك ورقة وقلم لمدة ما تقلش عن ربع ساعة، أكتب فيها مشاعري وأطلع كل اللي جوايا، أحاسيسي تجاه المواقف اللي مريت بيها النهاردة، ومشاعري تجاه اللي قدامي عاملة ازاي. البحث ده بيثبت ان موضوع expressive writing أو الكتابة التعبيرية ده بيفرق جدا في تفريغ طاقتنا السلبية، وبيخليني أكثر تعاطفا مع الطرف الآخر. والموضوع ده أنا لمسته كتير جدا ولمست نتائجه الإيجابية. أحيانا يا جماعة كتير من مشاكلنا بتتحل بمجرد ما بحط نفسي مكان الطرف التاني، ولما بحاول أشوف الموضوع من وجهة نظره هو. ودي من خبرتي العملية في الاحتكاك مع الأمهات من ناحية ومع الولاد والبنات من الناحية التانية، بتفرق كتير قوي في علاقتهم. لما الأم مثلا تغير نظرتها من نظرة الغضب للابن المهمل ولا الكسول مثلا لنظرة شفقة، ان الولد ده مضغوط عليه وعنده مشاكل كتيرة، فاحاول اتعاطف معاه واشوف الموضوع من وجهة نظره بدل لما اصب غضبي وعصبيتي عليه وخلاص. فجربي موضوع الكتابة التعبيرية ده، ممكن يفيدك شوية في التحكم في عصبيتك. وتالت حاجة بنصح حضرتك تعمليها عشان تحاولي تتحكمي في عصبيتك، التفريغ الإيجابي للمشاعر السلبية. يعني ايه؟ يعني لازم ترفهي عن نفسك باستمرار. التركة هنا في الاستمرارية. ويا ريت لو عندك أختك ولا صاحبتك ولا جارتك تشجعك ان انت دايما تعملي حاجات تبسطك. ان شاء الله يا رب تنزلوا تتمشوا تحت البيت كل يوم كده بين المغرب والعشاء والجو حلو. لازم باستمرار تعملي اي حاجة ولو بسيطة تبسطك وتفرغ من جواكي المشاعر السلبية اللي بتخليكي تطلعي عصبيتك في ولادك. صدقيني والله هتفرق في نفسيتك جدا. واخر حاجة اللجوء للمتخصصين. لو عصبيتك زايدة عن الحد وحاولتي مرة واتنين فتهدي شوية وترجعي تتعصبي تاني ويفضل صوتك عالي وتفضلي تكسري في البيت، لو سمحتي روحي لطبيبة او معالجة نفسية تساعدك في تفريغ المشاعر السلبية المكبوتة جواكي، وتعلمك طرق جديدة مناسبة ليكي تطلعي فيها الطاقة السلبية دي، غير انك تطلعيها وتفشي غلك في العيال. وربنا يعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.